أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلامنا في عمان سيوف، ودائما بذور المواهب موجودة في سلطنتنا الحبيبة عمان، وكذلك تلك النماذج العمانية موجودة وتشارك، رغم أنها ربما لم يكن بذلك الحجم وبتلك القوة بتلك الشهرة، ولكنهم أيضا لهم بصمات ولهم إسهام ولو بالشيء القليل، إلا أنهم يحاولون أن يساهموا في الإبداع الفني والتمثيلي وإلى آخره. حقيقة عندما نقف هذه الوقفة نستذكر كل الإبداعات العمانية وكل الجمالات التي تضاف إلى هذا الوطن الغالي. الغلا زايد فوق الغلا مرضوب، عامره ارضي عمان عسكري وشاعب صفوف. فيك الغلا زايد فوق الغلا مرضوب، عامره ارضي عمان عسكري وشاعب صفوف. سلطاننا هيثم، سلطاننا هيثم، ويحفظك ربي، ربي السما العالي. سلطاننا هيثم، سلطاننا هيثم، ويحفظك ربي، ربي السما العالي. خميس بن عبد الله القاسمي أحد هذه النماذج يشرفنا هذا اليوم لكي نتعرف عليه أكثر. فأهلا وسهلا بك خميسة. حياك الله أستاذ هلال. الله مرحبا بك. هلالي يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا بك. طبعا المسار الفني هذا مسار يعني جميل، فمتى بدأت تدخل هذا المجال؟ والله أستاذ أنا بديت أشتغل في هذا الفن تقريبا 2015. بديت بالأعمال الوطنية. جميل. أول ما حكم السلطان هيثم بديت مع أغنية وطنية طبعا. إيش اسم الأغنية؟ والله ولا ما تستذكرها الآن؟ القديم يعني، بس في أغاني غير نفس الشيء. عمان يا بلادي. عمان يا بلادي يعني لشعراء معينين؟ شاعر معايا الأستاذ درويش طويرشي من أحد الشعراء، وخادم العلوي أيضا من أحد الشعراء من ولاد جعلان، وأبو فطوم نفس الشيء. نعم. من ولاد جعلان. جميل. درويش طويرشي من السويق. ما شاء الله عليك. يعني أنت يعني حبيت المجال الغنائي في البداية. أكيد نعم أستاذ. ولا زال طبعا هذا الحب موجود؟ لا زال مستمرين في أكثر شيء أغاني وطنية. أغانيك وطنية. أيوة، وفي أغاني عاطفية. نعم. غزلية نفس الشيء. نعم. طيب أعتقد أن يمكن هذا الإرهاص نعم. وهذا يعني المشاعر أكيد قبل كان لها يعني تفاسير أو أسباب. أكيد كنا نطرب في أيام الأعراس. زمان كان يطلبوني الأعراس تشارك جلسات، في أشارك معهم. الجلسات اللي أيوة نعم تقام هنا وهناك. أيوة نعم. أيوة نعم. نعم. والحين يعني لما أيضا جلالة السلطان هيثم استلم الحكم قدمت بعض الأغاني الوطنية. أيوة نعم، قدمت بعض الأغاني أغلبية الوطنيات يعني. تحفظ شيء؟ أحفظ نعم. تقدر تسمعنا الحين؟ أقدر، ليش لا؟ يلا اسمع. سلطاننا هيثم، سلطاننا هيثم، ويحفظك ربي، رب السما العالي. سلطاننا هيثم، سلطاننا هيثم، ويحفظك ربي، رب السما العالي. جميل. أحسنت. هي يعني من أيوة. ضمن الأغاني الوطنية اللي شاركت أيوة فيها. نعم. أيوة نعم. جميل جدا. طيب يعني بالنسبة لمسار التمثيل كيف بدأ معك؟ مثلت مع من بالضبط وأي عمل مثلت فيه؟ والله أول عمل طلبوني شباب قناة، اسمي قناة قرية المواهب.
قرية المواهب. ايوه طلبوني عندهم وانا قلت يعني شجعوني. مشاركة بسيطة. ايوه كانت. شجعوني. وكان اسم الفيلم قصير اسمه دواس العور. دواس العور. دواس العور. وانا خلوني سايق. طبعا هذا فيلم. اي فيلم قصير. نعم، من ضمن الأفلام القصيرة. اي من الافلام القصيره. نفس جميل. الشيء قدمت. طلبني الاستاذ ناصر البطاشي وسعيد الصوتي في مسلسل الخالد دوخة. كان طبعا اول مره اشارك معاهم انا في مسقط. سنة كم؟ تقريبا والله ما اذكر 2022 23 تقريبا كذا. يعني ما من بعيد كثير. لا قريب. قريب. ايوه نعم. نعم. وكيف كانت المشاركة؟ والله حلوه عجبتني صراحه. اعطوني دور طبعا صاحب مشاريع. صاحب مشاريع. أيوة. تاجر يعني. مو تاجر في الفن. في الفن. اعطوني في الفن وكذا يعني. جميل. أيوة. يعني عملين بس. لا المشاهد تقريبا اكثر من 6 مشاهد تقريبا 7. 6 مشاهد. أيوة. ما شاء الله. يعني لكن هو يعني تبقى الأعمال لا زالت بعدها بسيطة. ايوه نعم. مثلني نفس الشيء بعد ان طلعت من قناه المواهب. نعم. سويت القناه بنفسي اسمها قناه مواهب الشباب. عملتوا قناة. أي بنفسي. اسمها قناة مواهب الشباب. ايوه كان معي شاركتوا في أعمال فيها. ايوه نعم. كان معي الاستاذ عيسى السريحي. كنا مثلني كل رسائل توجه رسائل توعوية. توعية. نعم. طبعا الطلاق قضية الطلاق. أيوة. نعم. قضية التسول. تسول. قدمناها في السيب يعني. نعم. في السيب. في أعمال ثانية الجار. سوء الجار. سوء الجار. أيوة نعم. نعم. الجار. يعني كلها يعني برامج وعبارة عن رسائل أيوة جميلة نعم. في التمثيل. أيوة نعم. وتحاولوا أنكم تقدموا شيء للمجتمع. أيوة نعم. ما شاركت في الأعمال المسرحية؟ سوينا مسرحية في الأعياد. في الأعياد. عيد الوطني عيد الأضحى قدم مسرحية. كان معاي الأستاذ عيسى السريحي. نعم. وعلي الزديالي. احنا الثلاثة طبعا. هذا عيسى السريحي على طول معانا يعني. يعني احنا الأبطال نكون يعني في كنتوا أبطال عمل المسرحي. أيوة. هذا في المسرحي وفي التمثيل. ايش تجد في المسرح؟ يعني ايش اللي يعجبك في المسرح؟ والله أكثر شيء الكوميدية. كوميديا يعني يعجبني بشكل ما تتصور يعني. جميل. أيوة. يعني ما مثلت كوميديا؟ مثلت يعني هذه الأعمال اللي أنت تتكلم عنها هذه كوميدية؟ في كوميديا نعم. أيوة. نعم. أغلبيتها كوميديا. ايش تجد في الكوميديا؟ وايد حلو يعني. الناس حمسوني ويحبون أكثر من اللازم يعني تجد الناس شوية يعني ينشرح صدرها. أكيد. تبتسم. نعم. تفرح لما يكون مثلا في مشهد كوميدي. أكيد الناس يحبون الكوميديا أكثر شيء. بالضبط. بدل كي نفس الشيء بعد أعمل رسائل توعية في أيام الخميس. نعم. الشارع الناس تسرع كذا يعني بالسرعة. كتوعية. توعية. نعم. كل خميس عشان يتجنبوا السرعة الزايدة. أيوة. وغيرها. هذه الأعمال تكون في الاستوديو؟ لا هذه خارج الاستوديو. نعمل عن طريق التليفون. ننزل في الحالة وفي التوك توك وفي سناب. كيف تصوروهن عن طريق أيوة. الهاتف بس؟ أيوة. يعني أشياء بسيطة نشري على طول. ما شاء الله. والناس تابعنا كثيرين يعني. في تجاوب الحمد لله. نعم. أيوة. طيب الناس لما يشوفوك واللي يتابعوك ايش يقولوا؟ يعني يبون ارسل لهم المقطع. يشجعوك يعني؟ يشجعوني. نعم. يبون ارسل المقطع دائما يعني. كل ما انزل يسوي ارسل المقطع. ارسل مقطع. ايوه نعم. ثاني. خميس انت مثلا عندك شيء تبي تحققه اكثر في مجال التمثيل؟ والله عندي صراحه امنيتي ان اكون في التلفزيون السلطنه. يعني تبي تشارك في اعمال في التلفزيون؟ ايوه نعم. في الفتره القادمه. أيوة ان شاء نعم. الله تتاح لك فرصه انك تشارك في اذا التلفزيون. حد طلبني ان شاء الله انت حاضر نعم. باي دور كان؟ باي دور نعم. يعني ما شاء الله. وبالنسبه للاذاعه ترى في اعمال اذاعيه بعد استعد الاذاعه. اذاعه جميله. ما عندي مانع. جميل ان شاء الله. اذاعه تلفزيون فنون تمثيل مسرحيه انا جاهز. جميل. يعني اي زاويه من زوايا الفنون انت ما عندك نعم. مشكله. ما جربت خميس تكتب وحدك؟ كتبت. ايوه نعم. ما شاء الله. كتبت قصص بنفسي. ما شاء الله. ايوه نعم. هذه التسول انا كاتبني. التسول انت كاتبنه. أيوة. والطلاق نفس الشيء انا كاتبني يعني. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. طيب أيوة. كيف الكتابه معك يعني من فتره ولا بس الحين؟ من فتره استاذ يعني بديت تمثيل. اول ما بديت تميت تركز افكر نفسي شو اكتب
تجيني في خيالي واكتب. عندنا جهاز كمبيوتر واطبع عليه واجهز الادوار. حلو. السيناريو. حلو. طيب صعبة الكتابة؟ لا والله ما صعب، ما صعبة، سهل، بس عاد يبالك يعني تركيز كذا، يعني تفكير. بالضبط. يعني الكاتب معناته ايش؟ معناته يكتب كل الادوار. ايوه. ويحس بكل الممثلين. نعم. ويحس بالسيناريو واشياء كثيره. صحيح. فهذه طبعا تحتاج لها الى شويه وقت. صحيح. وتركيز مثل ما قلت يعني. الحين بعد نشتغل في مسلسل اسمه اليتيم. اليتيم. ايوه. سمعت عنه تقريبا. ايوه. انت تكتبه ولا؟ انا كنت كاتبه. ما شاء الله. ايوه كاتبه. كيف تقريبا 10 حلقات. 10 حلقات الحلقه الحين كاتب؟ 20 دقيقه. يعني تاخذ منك الحلقه كم تقريبا خميس؟ 25 5 دقيقه. ايوه. ما شاء الله عليك سريع. لان يوتيوب لا ما أنا مثلا يعني يساعد شويه. ايوه. تستعين بالشات جي بي تي ولا ما تستعين لا ما استعين نفسي يعني. الحين ما شاء الله يعني الناس كثير يستعينوا، مش يعني ياخذوا الماده. صحيح. يعني يمكن احيانا استفسار وشيء، ولا مثلا الدور الفلاني ولا. ايوه. يعني شوف انا معي مخرج مثلا او زميل مثلا، اقول لي كذا كذا يعني، فيقول لي مثلا في تعديل، يقول لي كذا يعني، انا اقول له عادي اذا شيء بسيط يعني. يعني تعديل في الحوار. ايوه. زين كذا يعني. جميل. ترى هو على فكره يعني على اساس الواحد يطلع بعمل جميل. أيوة نعم. وما في شيء لو المخرج مثلا قال له غير هنا صح. غير هنا. صح. على اساس يطلع شيء يعني ذا. اكيد. افضل عمل انت لحد الان تقول انه هذا احسن شيء سويته بالنسبه لك؟ والله عملت قصدك التمثيل؟ يعني في التمثيل اكيد انت عملت اشياء كثيره. نعم. لكن شيء قريب منك وتعتز به لليوم، الاعمال اللي قدمتها سواء ممثل او كاتب. اعتز بالتمثيل يعني. عمل معين. عملني فيلم قصير اللي هو في صحار. نعم. كنا احنا اخوه 3 ومعنا شو اسمه تتذكره؟ والله غاب عن بالك؟ يعني ما في اشكاليه. اسم نسيت صراحه يعني. نعم. فهني انا خوفهم. عندي اخوان 2 معي عيسى السريحي وعلي زدقالي. وايام في الليل اخوفهم. من سنه كم ذا؟ تقريبا 2022 كذا. هذا رعب يعني ما دام تقص تخوف. تعمل لهم رعب. ايوه. عقب ما اخلص يطيروا معلم، اثنيناتهم يعني طاروا، واحد مخلي عود على بطنه وطار عند اللم. يعني عقب ما اخوفهم اروح انام على الكفاية. هذا محتوى القصه. أيوة. محتوى هذا فيلم قصير يعني. الفيلم هذا شاركتوا فيه في مسابقه ولا شيء؟ والله الناس يقولون شاركي بس احنا ما حاولتوا تشاركوا. ما حاولنا صراحه. سنه كم قلت لي؟ 23 24 كذا. 2023 او 2024 أيوة تقريبا. نعم. جميل. بس عاد لا تنسى انت الافلام، لان هذه يعني احيانا الانسان يعني جميل جدا انه تبقى مع هذه الاسماء وتبقى مع هذه المحتويات، لانه بالنسبه له شيء يعني يعني غالي يعني. صحيح. ايوه. بس استاذ يعني المشكله ان احنا يعني مصاريف كثيره. ايوه. المصور والانتاج يعني كله يعني. والدعم بسيط. دعم ماشي يعني. ماشي دعم. روحنا بس بانفسكم نتشارك يعني. تتعاونوا. اي انا وعيسى وعلي نتشارك بس روحنا يعني. ساهم. نعم. الحمد لله. كم كانت مده الفيلم؟ الفيلم هذا مدته تقريبا 35 دقيقة. 35 دقيقة. ما حاولتوا مثلا تشوفوا شركات، مؤسسات، جمعية السينما مثلا، يعني تشوف الفيلم وكذي تدعمكم توقف معاكم؟ أنا قالوا لي الناس لازم تروح السينما عشان تسجل. حلو. بطاقة يعني. جميل. يعني حصل فرصة أروح إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا نحن ندعو جميع الهواة وجميع الناس اللي عندهم محاولات في هذا الجانب وعندهم مثلا هاجس المشاركة وحابين أنهم فعلا لا يغفلوا جانب جمعية السينما، لأن هي تدعم الناس اللي حابين يدخلوا هذا الجانب كأفلام يعني قصيرة ممكن يشاركوا فيها، حتى في مسابقات على مستوى السلطنة وعلى مستويات عالمية للجمعية، يعني تفتح مجال. فلا تغفلوا هذه الزاوية إن شاء الله أستاذ. وبعدين أحيانا حتى يعني خارج السلطنة في أحيانا دعوات للمشاركة. فيمكن الدكتور عيسى عنده يعني فكرة عن هذه المواضيع،
وهذه تيجي لما الإنسان يتابع هنا وهناك، يلقى أنه المجال مفتوح لأنك تشارك بهذه الأفلام في مسابقات الأفلام القصيرة، وممكن سبحان الله يكون لكم يعني نصيب وجائزة. إن شاء الله عز أستاذ إن شاء الله. أنا عندي الأستاذ فنان قاسم نبهان، التقيتنا معي في عمان، جاسم نبهان التقيت معه فأخذ رقم وتواصل معه ويتواصل معي. جمال، جزاه الله هو خير من يعني. الناس الداعمين. أيوة. وجه السلطنة أكثر من مرة. نعم. وزار السلطنة، وهو طبعا فنان كبير ممثل معروف. نعم. إذا صارت فرصة والرجال أيضا طلبك في عمل خليجي ما بدخل له. أكيد بروح إن شاء الله. إن شاء الله ناوي أروح أزور الكويت إن شاء الله. حلو، في شهر 11 إن شاء الله. ممتاز. سلم لنا على جاسم النبهان خلاص تمام. وعلى كل الفنانين اللي موجودين هناك، تمام إن شاء الله. لأن حقيقة يعني ما شفنا منهم إلا كل خير. أكيد. من خلال متابعتنا، من خلال تواصلهم معنا، ومن خلال أيضا مشاركاتهم في بعض الأعمال اللي تعرض هنا في السلطنة. احنا ناخذ فاصل كذا بسيط وراجعين لك. تمام يا أستاذ. أحسنت. واثقة مننا. والله انا اتمنى انه ما يسوي، لكن ولدك لحد امس بعد مسوي مشكله. خالي لو سمحت. اسكت خالي لو سمحت. اسكت هاي أنا بدك. اسكت يا ولد الحلال، اسكت. كيف اسكت خالي اجتماعي يعني؟ ليش تقولي؟ انت ايش مسوي امس؟ يعني ما سويت شيء. امس في الدكان ايش مسوي انت؟ ايش مسوي امس في الدكان؟ انت أنا أمشي عند ربعي ايش مسوي في الدكان؟ كيف تشرب بارد كل حاجه؟ انت مصورت لكم كاميرا. أي كاميرا مصورتكم سارقين الدكان وضربتوا الهندي. الله أكبر الله أكبر. كاميرا مصورت لكم. ايش رايك؟ روح المحل عشان انت تتاكد وتعرف اذا كان هي بهاي السوالف. أبوي حجة اشتكي علي ولا انا اكذب عليكم؟ خالي لو سمحت. أبوي حيشتكي علي ولا شيء؟ هو ما حيشتكي عليك، لكن بعدنا ما دخله في خيالي انا هذه. روح المحل. كيف خالك ويتهمك بالسؤال؟ روح المحل. ما اعرف بعد. يا ابو لؤي لا يلعبوا في راسك. انا ما ولا تربيتني زين ما علينا. وانت تعرف لؤي. نحن اسمع الحين. صدقيني والله انا ما يهني عشان تتنازعون. يا اخوي ولي وعرفه. انا مترخص عنكم، روح. رايح؟ انا روح. لا لكن مثل ما قلت روح المحل وتاكد من الكاميرا. خالي لو سمحت وتشوف هذاك ولدك هو هذا. لحظة خالي لحظة. كلامك لحظة. لا تقوم. تفهمت ليش؟ ايش معك؟ تتهمني. ها صح اني خالي اخو امي، انزين، لكن تتهم بالتهمة ما لي؟ سويت شيء انت؟ لا. الكاميرا كذابه يعني؟ انت كذاب كذا العين بعد داخل. زين انا بروح الكاميرا بشوف. اي كاميرا هاي ساكن العين لا تروح. نحن واثقين بولدنا. روحوا يا نسوان من الحاره على ولدي. عودة مع نقول فنان إن شاء الله، وفنان يعني قادم أيضا بأشياء جميلة وقادمة بكل الجماليات الفنية المعروفة. أكيد استذكرت بعض الأعمال. ايوه نعم. مثل إيش؟ والله تذكرت فيلم ايضا قصير اللي قلت لك عنه، من طمع طبع. ايوه اللي هو في صحار. جميل. يعني هذا الفيلم اللي وادي تكلمت حيبي. عنه. نعم. ايوه وادي حيبي. وفي فيلم غيره الخروج من القاع. الخروج من القاع. ايوه كان معني. يا سلام. الفنانة البحرينية. هي ما تمثل معاهم بس طلبناها. شاركت مع البحرين. نعم حلو. أيوة. وأيضا عملنا مسلسل عائلة راكان. هذا المسلسل تعبني فيه أنا والدكتور. كم جلستوا فيه؟ فوق 8 شهور. 8 شهور. 24 حلقة. عائلة راكان. هذا تعبنا في الجو الحار ما شاء الله. كان الشمس الجو في صحم مصورينه في صحم. فكان يعني سنة كم هاي؟ تقريبا قبل سنتين أو السنة الماضية. عرضتوه في اليوتيوب ولا؟ على اليوتيوب. نعم على اليوتيوب عرضي. أيوة والحمد لله. وبعد نفس الشيء سوي المسابقات، مسابقة ليالي رمضان. فكان عملتني شركة مع العطور بجوائز اللي يجاوبون في المسابقة. مراكز. رحنا 30 ولاية أنا والدكتور عيسي. نعم. والمصور
30 ولاية. 30 ولاية. يعني في كل ولاية كنتوا تعملوا فعالية مسابقة. وسؤال نجد إلى شعراء أو فنانين نتقابلوا وياهم. حلو، ممتاز. فالحمد لله نجحنا في هذه المسابقة يعني. حلو. هذه يمكن مسابقة كبيرة تعتبر إذا 30 ولاية. 30 ولاية والكل شكرنا فيها يعني. من كل مناطق وولايات السلطنة. أيوة نعم. أيوة نعم. نعم، يعني طبيعة البرنامج إنكم تعملوا المسابقة في مكان وكذا وتحركوا فيه أيوة الجانب يعني الفني. أيوة يعني احنا نمشي ولاية نتواصل عن شخص اللي بنروح معه إلا عشان التنسيق معه، وبعدين نخلص منه يعني نتقابل معه، إذا شاعر يقدم من شعره، وإذا فنان يقدم معنا. يعني القصد من هذه المسابقة إنكم تشوفوا الشعراء الموجودين. أيوة. تلتقوا معاهم وتتواصلوا معاهم والمطربين. أيوة. وكذا. نفس الوقت هذه يخبرني عن الولاية. فنوني. نعم. معلمي. نعم. نفس الشيء كذا يعني نوع من الغوص في مكونات هذه الولاية وتاريخها وثقافتها وفنونها. نعم. وكل ما يتعلق بها. نعم. وأكثر شيء تركزوا على الفنون. نعم. جميل. نعم. جميل جدا. عائلة راكان هذا طبعا الفيلم مسلسل. نعم. أنا كاتبنا طبعا. هذا باللهجة العمانية. أيوة نعم. جميل جدا. بس اللبس قديم يعني أشياء قديمة. يعني كأنه من فترات ماضية. إيش هدفه؟ مو رؤيته. الهدف هذا ولد أبو عنده يعني أبو عنده ولد. نعم. وعنده عم. نعم. وعنده أخوة. فهذا الأبو حقود عليه. نعم. والعم طيب. نعم. يطرش الليل يروح يجيب مزرعة يسمونه جت يعني. ويطرشون دكان ظلام بالليل يعني. نعم. فأول كان ما في يعني مثل التليفون ما في قليل. نعم. فهني استهدف ان الاب يضج على الولد لين غاب الولد غاب. والعم يقول له سبايب غياب الولد انت طرش يعني المزرعة. يعني قصة هكذا فيها نوع من التحدي. أيوة. وفيها نوع من الحقد. صحيح. وفيها نوع من العنف حسب ما نقرأ. أيوة. وفيما بعد يلقونه عاد يندم الاب. لا بيندم. ايوه. وطبعا هناك احداث كثيره طبعا. اي نعم. بعد حلوه. جميل. يعني وفي بعد تكات منها ما شاء الله عليك. في لعبات شعبيه نلعب نفس الشيء بعد دخلتوها فيها. دخلنا معها. أيوة. طيب. والبحر والصيد ما شاء الله. كم حلقه؟ 30 24 حلقه. أيوة. شيء جميل ما شاء الله. ما حاولت تجيب اعمالك للاذاعه جايب لكم. نعم. زين ان شاء الله نشيلها لاذاعه سلطنه عمان حتى يعني يكون لهم يعني ايضا تحاول انك انت تقدم هذه الاعمال. انا اتواصل ببرنامج الشباب. ايوه اذاعه الشباب. بس في برنامج باللغه الانجليزيه اتواصل معهم وقال لي ارسل الاعمال. رسلت حالهم. جميل. نعم. يعني عندك شيء في الانجليزي ايضا؟ لا شوي يعني اعمال بالانجليزي. لا هو الاذاعه. الاذاعه الشخص اللي نعم. اذاعه الشباب بس قسم ثاني. قسم الانجليزي. أيوة. نعم. حلو. شوف يعني الانسان يجب ان يبادر، يجب انه يسعى. نعم. يجب انه يقدم. ما ممكن يجيك شيء لبيتك او كذا وانت جالس في البيت. صحيح. محتاج من الانسان سعي. وانت ما شاء الله يعني تكتب مهما كانت المستوى الكتابة. ألا أنك شارك بجيبه قدمه للآخرين. وإن شاء الله في يوم من الأيام أكيد يعني بتحصل فرصة على مستوى الإذاعة والتلفزيون وتكون هناك يعني. وأكيد هذه حلم من أحلامك إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى ذلك. أتمنى إن شاء الله يكون هناك عمل قادم تكتبه للتلفزيون إن شاء الله. وكذلك أيضا تشارك في الأعمال هذه القادمة إن شاء الله. حاضرين. حاب تقول شيء قبل لا ننهي هذا الحوار؟ عندك يعني حلم، عندك طموح، عندك شيء حاب تقوله؟ طبعا الدعم هذا نحن كلنا نتمناه. والله وما مقصرين، ولكن نتمنى دعم أكثر للشباب اللي عندهم هذه الطموحات وعندهم هذه المبادرات. نتمنى لهم إن شاء الله إنهم حصلوا على هذه الفرص، حصلوا على الدعم، وربك كريم إن شاء الله. والله بالنسبة لطموحاتي مثل ما قلت لك أتمنى أكون إن شاء الله يوم من الأيام في التلفزيون إن شاء الله. والإذاعة نفس الشيء. طموحي طبعا من زمان. أحسنت. ما من أمس واليوم، من زمان. لكن تاني ما أروح أتجلس. لا ما تجلس، اشتغل. أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله
أعمالني وصلت إليكم إن شاء الله، بإذن الله. وبنزيد بعد إن شاء الله. احنا طبعا الآن من خلال هذه الوقفة معك خميس عرفناك، وعرفنا أنك أنت تكتب وتحاول ولك مشاركات من فترة ليست يعني بسيطة، فجميل جدا أنك أنت أيضا تنعرف أكثر وتحصل فرصة أكثر. هذا حق مشروع لكل إنسان يعني يبدع في هذه التربة الأصيلة اللي ما تولد إلا أصيل وطيب بإذن الله تعالى. أكيد. شكرا لخميس بن عبد الله القاسمي، أحد النماذج الفنية في عالم الفن وعالم التمثيل، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق أكثر وأكثر ومزيد إن شاء الله من الفنون، إنه هو في عالم الفنون. وخميس عنده الاستعداد للكتابة وعنده الاستعداد للمشاركة، فنتمنى أن يحصل على فرصة وتؤتي هذه الفرصة ثمارها الطيبة عليه. شكرا خميس. شكرا أستاذ هلال الهلالي على هذا اللقاء، ما قصرت، جزاكم الله خير. واشكر قناتكم، والله هذا شيء جميل انكم تضمون الشباب العماني المواهب، تحثون عليهم وتقابلونهم، وجزاكم خير، هذا شيء جميل. اشكركم كل الشكر والتقدير، يعطيكم الصحة والعافية. مزيد من التوفيق. احسنت. تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها، الله يزين أعمال ما شي بلد شرواها، الله يزين أعمال ما شي بلد شرواها. تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها، تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها. حلوة بلادي نعم والعيد ينساها، أرض السلاطين والروح تفداها. حلوة بلادي نعم والعيد يزهاها، أرض السلاطين والروح تفداها. تعيشي خرى نعم على طول الزمان، للكرم والوفاء وطيب المعاني. وتعيشي ذكره نعم على طول الزمان، أهل الكرم والوفاء وطيب المعاني. الله يزين أعمال ما شي بلد شرواها، الله يزين أعمال ما شي بلد شرواها. تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها، تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها. تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها. يا ديرتي وداري بالعيد تهني، زاهي ترى لبسك والكف المحني. يا ديرتي وداري بالعيد تهني، زاهي ترى لبسك والكف المحني. من خاطر العيد واليوم بغني، بحلوة هذه اللحون وانغامه الفني. من خاطر العيد واليوم بغني، بحلوة هذه اللحون وانغامه الفني. الله يزين أعمال ما شي بلد شرواها، الله يزين أعمال ما شي بلد شرواها. تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها، تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها. تاريخ الأسفار حلوة وبرد معها. من ديرتي مصنعة بالعيد بشارك، بهني للغالين والعيد مبارك. من ديرتي مصنعة بالعيد بشارك، بهني للغالين والعيد مبارك. ويا فرحتي بالعيد وايام الجميلة، كل القلوب تهني
وجارها منيرة. يا فرحتي بالعيد وايام الجميلة، كل القلوب تهني وجارها منيرة. الله يزين أعمال ما شي بلد شروى، الله يزين أعمال ما شي بلد شروى. تاريخها الأسفار حلوة وبارد ما، تاريخها الأسفار حلوة وبارد ما. تاريخها الأسفار حلوة وبارد ما. والخاتم العيد يا ربنا يعيده، عيد الضحايا وأيام سعيدة. والخاتم العيد يا ربنا يعيده، عيد الضحايا وأيام سعيدة. الله يزين عمان ما شي بلد شروى، الله يزين عمان ما شي بلد شروى. تاريخها الأسفار حلوة وبارد ما، تاريخها الأسفار حلوة وبارد ما. الله يزين أعمال ما شي بلد شروى،